يا حبيبي على الكباب. هذه أطيب وصفة كباب بالدجاج ممكن تجربوها. إشي فخم على الآخر. ركزوا معي على السريع لأنه الوصفة هذه كتير طيبة. موضوعها بسيط جدا جدا جدا. إذا بدي استعمل السياخ الشوي الخشب هدول، أهم إشي أعمله هلقيت إني أنقعهم في مية قبل بنص ساعة من الشغل عشان يشربوا المية وما ينحرقوا معي بالفرن أو على الفحم. يا سلام على الأكلة هاي، لو على الفحم بيطلع أطيب 100%. وتاني أهم خطوة بعملها قبل، بجيب بصلة أو بصلتين مع حبة فلفلة حمرا حلوة زي هيك، وبرش عليهم شوية ملح وبضربهم في الخلاط ناعم كتير وبحطهم في المصفاية. بدي ينزلوا منهم مية قدر الإمكان، لأنه أنا بدي أستفيد من طعم البصل والحلاوة اللي في الفلفل الأحمر، بس بديش المية اللي فيهم لأنه بتخرب الكباب. بحطه على جنب. وهلقيت صدر الدجاج أو الدجاج الكاملة بقطعها، بشيل اللحم منها، الصدر مع الفخدة اللي بدكوا إياه. فقطعت الدجاج اللي عندي، إيش ما يطلع منها يطلع. وبعدين اتصل علي أصحابي قال وينك بدنا نتعشى كذا، فرحت على المحل جبت كمان صدر ونزلته فوقهم، بقطعهم مكعبات وبنزلهم في الخلاط او في مفرمه اللحمه تبعت الفلافل هذه. وما بدي انسى شويه لية خروف، يا سلام، لانه الكباب بده طراوه. وبفرمها على السريع وبنزلها في الجاط. بعدين بنزل عليها الشغلات اللذيذه. اول اشي بقطع حزمه بقدونس محترمه وبشر ليمونه صفرة زاكي اخذ منها زيت الليمون اللذيذ. بعدين بدي ملعقه طحين عشان تمسك الاشياء في بعضها. وبعدين بدي ملح فلفل اسود. وبعدين البهارات كالاتي: بدي ملعقه كبيره بابريكا مدخنه او عاديه، بدي ملعقه صغيره كزبره ناشفه، واذا بتحبوا ملعقه صغيره من السبع بهارات او الخمس بهارات، اي بهارات مشكله عندكم. هيك بكون 100%. هلقيت بكون البصل والفلفله طلعوا كل الميه اللي فيهم، بنزلهم على الخليط وبلبس الكفه هاي الجلوف في ايدي بخربطهم 100%. اي اشي بوقع بلمه هيك بخربطهم. ممتازة هيك صارت 100% جاهزة. بغطيها وبحطها في الثلاجة نص ساعة، ساعة، ساعتين، قد ما بدكم. ممكن اشتغل فيها مباشرة. وهقد بجيب صينية الفرن مع ورق زبدة، وبدنا نجيب الخلطة من الثلاجة. بيي على الريحة. بكل بساطة بتعرفوا تعملوا كباب، انتوا شاطرين. شو هذا؟ بدي احط ايدي بمية بالاول، نسيت انا. باخذ كورة كورها زي هيك وفي السيخ بنزلها بالشكل اللي بدكم اياه. بيمشي زي هيك، اي كلام بزبط. بتضم الكمية هذه بناكله في يوم تاني. ولعت الفرن على اعلى حرارة عشان بدي احطهم في الرف الفوقاني. قبل ما يسخن الفرن نحضر شغلة سريعة. هذه الحركة شفتها بفيديو على اليوتيوب، نسيت وين كان. المية تبعت الفلفل والبصل بخليها زي ملعقتين كبار كاتشب، شوية صغيرة شطة، وايش في عندكم بتحبوا تحطوا حطوا. وين راح دبس الرمان؟ نص ليمونة. وعشان حطيت نص ليمونة بدي احط شوية عسل. يلا رشة فلفل اسود وبقلبهم. وهنا عشان ما تقولوش ان انا نسيت احط توم، اي توم مهروس، اهرسوا شوية توم وحطوها. الله معك الله معك. هذه بنجيبها زي هيك وبنحط الفرشاية ونحطها على جنب هالقيت عشان ايش؟ ندهن فيها. بدي بصلة على السريع، باخدها جوانح. هقد بجهز اي صينية، ورقة زبدة مدورة، وباجي للبصلات وبفرفطهم زي هيك. قبل البصلات بدي اجيب خبز، واحدة تنتين ثلاثة. يا سلام. اذا بدي بحمرهم بالفرن. وباجي للبصل، وفي عندي جرجير كمان بنوزعه زي هيك، وبروح على الفرن بالكباب. وروحي الله معك. فيش بعد الكباب يا جماعة الخير، فيش بعد انتظار الكباب على الفحم. لو عندي فحم. احنا ممكن نرش سماق على البصل والجرجير، نسيت انا. اسمعوا ادلكوا على اسرع تومية ممكن تعملوها: زبادي ملعقتين كبار، ملعقتين كبار مايونيز، توم مهروس بزيادة شوية، رشة ملح. بيي شوفوا كيف على السريع بقلبهم. مية مخلل الفلفل، واحدة تنتين ثلاثة. أسرع تومية ممكن تعملوها. ممتازة. دهنة سريعة. بيي. أيوة هيك. انزلوا هنا. أيوان أيوان. بس تيجي الوجبة الثانية بندوق على طول. طب ليش ندوق على طول؟ ما ندوق على طول هالقيت. بسم الله. الله الله على العظمة. شوفوا علي، باخذ الخبزة هاي بالبصل والجرجير اللي عليها زي ما هي زي هيك، بالصوص تبعها زي ما هي. باخذ لي ملعقة كبيرة وبنزلها زي هيك، وباجي هيك وبنزل واحد اتنين على الأقل، وهذه هيك وبنقول يا لطيف. ايش اللي بصير هذا يا جماعة الخير؟
وهذه الوجبة الثانية.